اليوم نحن متواجدين بولاية برج بوعريريج، وبالتحديد في المركز الثقافي عائشة حداد للقاء مع مناضلين وكوادر الحزب على مستوى هذه الولاية، وهذا من أجل تنصيب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الحزب على المستوى المحلي. إذن هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج عمل الأمانة الوطنية في الجانب التنظيمي وأيضا في الجانب السياسي لشرح مخرجات المؤتمر الوطني السادس المنعقد في شهر ديسمبر الفارط، والذي تأتى بكثير من النقاط حول المسائل السياسية وتحليلات الحزب التي نريد أن نتشاركها اليوم مع كافة المناضلين والمناضلات، وللشرح لهم برنامج عمل الأمانة الوطنية خاصة في الأعوام المقبلة إن شاء الله. إذن سيدي، هل الأمانة العامة تعتمد نفس البرنامج في باقي الولايات؟ نعم، هناك نفس البرنامج على المستوى الوطني. إلى حد اليوم نصبنا أكثر من 10 فيدراليات على المستوى الوطني، لكن الهدف هو الوصول إلى هيكلة الحزب على مستوى 58 ولاية. وكما قلت هناك ليس تحول، لكن على مستوى الحزب نحن نريد أن نقوم بعمل لعصرنة وتقوية الحزب لنمكنه للعب الأدوار الأولى على مستوى الساحة السياسية الوطنية، ولكي يقوم أيضا بعمله التوعوي وعمله كحزب سياسي الذي كان دائما في الطليعة على المستوى الوطني. أهدافنا اليوم صرحنا بها وعبرنا عنها صراحة، وهي تحيين مشروع مجتمع حزب جبهة القوى الاشتراكية، لهدف تجسيده على أرض الواقع، ولما لا الوصول إلى الحكم في يوم من الأيام. وهذا لن يتأتى إلا عبر بناء حزب قوي، حزب عصري، حزب يمزج بين مقتضيات الحال والمستجدات والمتغيرات سواء الوطنية الدولية والإقليمية، وأيضا يأخذ بعين الاعتبار مبادئنا التأسيسية المتمثلة في الديمقراطية، الدفاع عن مبادئ الديمقراطية والدفاع عن الدولة الوطنية مهما كان الحال. لذا نحن نرى بأن اليوم على الطبقة السياسية تحمل مسؤولياتها والمزج بين والأخذ بكل مسؤولياتها، خاصة في الوضع الراهن لتطوير البلاد وللمساهمة في مسار بناء الجزائر الديمقراطية، الجزائر المستقلة في قراراتها، الجزائر المستقلة في كل ما تأخذه من قرارات. سيدي، لاحظنا أن الحزب غاب أو غيب على المشهد السياسي في الجزائر. هل منتديات كهاته ربما تسمح لإعادة الهيكلة والتموقع من جديد في الساحة السياسية في الجزائر؟ نحن نظن بأن النقاش ومشاركتنا أفكارنا مع الجزائريات والجزائريين هو السبيل الوحيد لإعادة بحث العمل السياسي على أرض الواقع. هناك عمل ممنهج لتغييب العمل السياسي ولتغييب الأحزاب السياسية، ليس فقط الأفافاس لكن الأحزاب أو النشاط الحزبي بصفة عامة. لذا نحن اليوم عبر هذه اللقاءات وعبر لقاءات أخرى نريد أن نعطي أو نرجع للأحزاب موقعها والأدوار التي يجب أن تلعبها حاليا، وهذه الأدوار يجب أن تتسم بالمسؤولية وبالواجب الذي يقع على عاتقنا اليوم اتجاه أولا الوطن واتجاه الشعب الجزائري. لذا نحن في تحليلنا للوضعية الراهنة رغم كل الصعوبات التي نعيشها، إلا أننا نرى بأن هناك إمكانية للوصول إلى توافقات على مستوى الأحزاب وعلى مستوى كافة الفواعل السياسية الوطنية لبناء اقتصاد قوي، لبناء جزائر قوية، لبناء
لدولة مؤسسات ديمقراطية قوية، وللوقوف ضد كافة التهديدات التي تترصد ببلادنا حاليا. هناك الكثير من لا يأخذ بجدية كل هذه المخاطر، لكن هناك مخاطر حقيقة على الدولة الوطنية، على استقرارها، على أمنها، ولا يمكن لنا مجابهة هذه المخاطر إلا ببناء مؤسسات قوية، لا يمكن لنا مجابهتها إلا ببناء توافقات على كل المستويات لردع من كل يريد المساس بالدولة الوطنية والجزائر كأمة ومجتمع. ونحن في تحليلنا للجانب السياسي نرى ونؤمن بأن بناء هذا السد المنيع لن يتأتى أيضا إلا عبر إشراك الجزائريات والجزائريين وعبر ممثليهم أو بصفة مباشرة في القرارات المصيرية التي تعني الأمة. لذا دورنا اليوم هو دور توعوي، دور يعني في الطليعة. لا يجب أن ننساق في وراء الخطابات الشعبوية والخطابات الظرفية، بل يجب علينا بناء مشروع وطني يمكن أن يؤسس لعهد جديد، ويمكن أن يضع الجميع في المواقع التي يجب أن يكونوا فيها. شكرا. شكرا.